الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين المرضي عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام لا غير. وقد عرفنا على أن الدين هو عبارة عن 3 أركان: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل من اتصف بهذه الأركان ال3 فهو المسلم الكامل، ومن قصر من هذه ال3 شيء فهو ناقص، يجب عليه أن يكمل نفسه. فأركان الإسلام معروفة، وحديث سيدنا جبريل معروف عند الكل: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والحمد لله كلنا نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا شك لنا في ذلك ولله الحمد. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا هذا الإيمان وهذا الاعتقاد حتى نلقاه مؤمنين معتقدين محبين لله ولرسوله مشتاقين إلى لقائه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة ليست هي بسيطة، ولكنها جامعة لكل الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى والمستحيلة والجائزة في حق الله سبحانه وتعالى. قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. والألوهية هي استحقاق صفات الكمال كلها، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا نافع إلا الله، ولا ضار إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله. وكل ما يجري في الكون فهو بقدرة الله سبحانه وتعالى، متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه على أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، بين لنا القرآن وبين لنا كل ما أنزل عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. وكان عليه الصلاة والسلام في وقته أمة واحدة هم المسلمون. كان عليه الصلاة والسلام في وقته ليست هناك أحزاب وليست هناك أشياء، ولكنهم فرقة واحدة هم المسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في صفتهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. أشداء على المسلمين، أشداء على الكفار. نحن لسنا بكفار، نحن مسلمون. أشداء
على الكفار رحماء بينهم، الصغير يرحم الكبير، الكبير يرحم الصغير، والصغير يوقر الكبير، وهكذا الرحمة بين المسلمين وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، الذين كانوا معه بالفعل والذين معه بالتبعية. كيف بالتبعية؟ التابعون الذين لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ساروا بسيرته، التابعون وتابع التابعين إلى يومنا هذا، فهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موصوفون بهذه الصفة، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. عرفوا هذا الركوع والسجود من أين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعليمه، من ظهور من نوره عليه الصلاة والسلام الساري منه إليه. نور الرسول عليه الصلاة والسلام نور عظيم، بمجرد ما يأتي الرجل عنده ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يمتلئ نورا وإيمانا، يمتلئ نورا بنور الإيمان، يمتلئ بنور الإيمان. الإيمان له نور، نعم الإيمان له نور. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإيمان فهو على أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الرسول عليه الصلاة والسلام من جاء إليه وأسلم امتلأ نورا وامتلأ إيمانا حتى يبلغ إلى درجة الصديقين في لحظة واحدة، كالرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الجهاد بيده تمرات يأكلهن، فقال يا رسول الله إذا قاتلت حتى قتلت مالي، قال لك الجنة. قال بخ بخ، ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات آكلها، فألقاها وجاهد حتى قتل في سبيل الله. انظروا كيف أسلم في زمن يسير وصار من الصديقين ببركته، ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا فسروا الصحابي قالوا هو من اجتمع بالنبي مؤمنا ومات على الإيمان ولو لحظة واحدة، ولو صبي ولو أعمى. وأصغر صحابي أفضل من أكبر ولي لله تعالى، بخلاف التابعي. التابعي لا يكون تابعيا إلا إذا اجتمع بالصحابي مرارا كثيرا، لأن الصحابي نوره أقل من نور الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يؤثر في تلميذه إلا بمجالسات متعددة. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وجعلنا متصفين بهذه الصفات. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، نحن أشداء على اليهود وعلى النصارى وعلى كل من كفر بالله. أما المؤمنون بجميع أنواعهم نحن نحبهم ورحمتهم في قلوبنا ونود لهم كل خير، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه. وهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعرف حقه. به عليه الصلاة والسلام كنا سعداء في هذه الدار وفي تلك الدار إن شاء الله تعالى. وهذه الموالد التي نقومها، المولد الشريف هو غني بشهرته عن التعريف. الشمس إذا شرقت ما تحتاج إلى صفة توصف الشمس بعد ما تشرق، وده ظاهرة. ومولد الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أنحاء المعمورة الإسلامية، في الجزيرة العربية، في مصر، في العراق، في كل مكان يحتفلون خصوصا في هذا الشهر بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب هذا النبي الكريم ومن أمة هذا النبي الكريم التابعين لسبيله القويم.